نسمع يا إخوة شنو كيقول. الشافعي معروف في الفقه الإسلامي أن له مذهبان، الشافعي في مصر ماشي هو الشافعي في العراق. وفاش حنا كنا تنقراو الفقه وتنقراو اختلاف الفقهاء في قضية ما، تنقراو بأن القول الفلاني قال به فلان وقال به فلان، وقال به الشافعي في العراق، وقول آخر قال به فلان فلان وقال به الشافعي في مصر. العكس اهم. تيكون الكونترير تماما. علاش؟ هادشي طبيعي، وهذا يدل على انه ما كاينش قراءه واحده للاسلام، وانه الفتاوى الفقهيه ماشي هي الاسلام. الاسلام طيب، واستدل بكلام الشافعي أو بالشافعي رحمه الله أنه كان عنده مذهب وكانت عنده أقوال بين قوسين في السابق ثم عدل عنها إلى أقوال آخر. هناك قول منسوب للإمام الشافعي رحمه الله أنه حرم أو قال بعدم جواز الأخذ بأقواله القديمة، أي التي تعارض الأقوال الجديدة. هذا واحد. ثانيا، أن هناك من أهل العلم من جعل هذه الأقوال المعارضة لأقواله الجديدة أن الحاكم فيها هو أقوال جديدة، تقدم الأقوال الجديدة، ومنعوا بل من الشافعية أنفسهم ومنعوا أن يعني يؤخذ بأقواله القديمة، بل حتى المعاصرين له، المعاصرين للإمام الشافعي رحمه الله لما سئلوا عن أقواله في العراق وفي مصر ماذا قال الإمام أحمد؟ شوفوا شنو قال الإمام أحمد رحمه الله على هذا. ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله على هذا لما سئل عن هذه المسألة؟ واش المسألة مرتبطة بالواقع؟ هو الفتوى نعم ترتبط بالواقع، تمام، ماشي محل النزاع هنا في الفتوى أن الفتوى تكون مرتبطا بالواقع، واقع معين دون واقع آخر، أو لا بحال الشخص الواحد. ماشي نزاع مع هاد الناس، هاد الناس كيشغلونا بمباحث ماشي هي، حنا ماشي هي الأساس. نزاعنا معهم في تعطيل أحكام الله عز وجل. تجي نصوص قطعية وتعطل، هنا فين عندنا إشكال. في عندنا إشكال في قولكم أن ذلك النص القرآني وذاك الحديث النبوي هو خاص بزمان دون زمان. هنا عندنا الإشكال، مش أن بعض الفتاوى ترتبط بالواقع وغير ذلك، لأن الفتاوى والأحكام المرتبطة أو المبنية على العادات والتقاليد، هذه الأحكام طبيعي أن تتغير بتغير الواقع وبتغير حال الشخص. لكن الأحكام الشرعية القطعية التي وردت فيها نصوص قطعية، هنا عندنا إشكال معكم. والمجتهد لا يجتهد إلا في ضوء الكتاب والسنة. أنت ما تجيش تجتهد لي بشي حاجة أخرى من غير الكتاب والسنة، ما تكونش بين عينيك. طيب، يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء، يقول الإمام أحمد قال محمد بن مسلم: سألت أحمد بن حنبل ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين، أهي أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي عملها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك الكتب. هذا قول أحمد بن حنبل رحمه الله. المسألة ليست مرتبطة بتغير الواقع وغير ذلك، بل حتى أن الشافعية وعلماء الشافعي أنفسهم قالوا تمام، قالوا بعدم جواز الأخذ بكلام الشافعي رحمه الله القديم. قالوا كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل. اللي ممكن يقول لي عليه طابلو هو اعتقادات، هو عبادات، هو قيم، هو اخلاق، ماشي أها. القوانين التشريعيه. راه فين كاين المشكل، الاشكال الكبير اللي كاين بيننا وبين هاد الناس المحافظين او هاد التقليديين او غيرهم، اهم. هو واش القوانين التشريعيه هي اللي موجوده في كتب الفقه هي ثابته غير شتي كتب الفقه ماشي القرآن، ماشي. طيب نتوما شنو كتخالفوا في هاد كتب الفقه؟ شنو كتختلفوا معاهم فيها؟ شنو كتختلفوا مع الزنا في كتاب الله وفي السنة، كتختلفوا في عذاب القبر في كتاب الله وفي السنة، الشذوذ في كتاب الله وفي السنة. شنو كتختلفوا مع كتب الفقه؟ بينوا لنا بعدا باش نحرروا معكم هذه المسألة ديال أنكم كتختلفوا مع كتب الفقه. مسألة الميراث اللي غادي نذكر بلاتي شوية هي ماشي كتب الفقه حصرا، بمعنى أنها أقوال الرجال، لا، هي من السنة. هذه كتب الفقه اللي أنت كتقول كتب الفقه هي مبناها أصلا على القرآن والسنة. كتب الفقه اللي ما يمكنش ندويو على كتب الفقه بلا ما ندويو على القرآن والسنة، لأن كتب الفقه فقه ماذا؟
كتب فقه، غير كنقولوا كتب الفقه، فقه ماذا يا إخوان؟ فقه القرآن والسنة، الفقه من الفهم، فهم النصوص الأدلة الشرعية القرآن والسنة. فما تجيوش تقولوا لنا ودي حاشا هذه مسألة لواكد، احنا مشكلتنا مع كتب الفقه، لا لا، المسألة ما بقاش كدوز علينا، غير شوفوا شي حاجة أخرى. قابلة للتغير، هي ربانية، يعني الله نزلها هكاك. أنا رأيي باش حتى أنا ما بغيتش بما في ذلك داك الشيء اللي تنآمن به ما تنجزمش فيه وما تنحسمش فيه. هذا الاجتهاد آه، ممكن يكون صائب، ممكن يكون على اجتهاد. هذا الاجتهاد هذا بأي مسألة متعلقة بالتعصيب، هذه تنزيل رباني. خطأ. علاش الشافعي بالذات واخا نديروا قضية نحتكموا أنا وإياكم أو نحن وإياكم إلى القرآن والسنة، ما نحتكموا لا للشافعي ولا لأي شيء في هذه المسائل، هذه المسائل ديال الاحتجاج، تمام، نحتكم إلى القرآن والسنة. باش خاصنا نتبعوا؟ غادي نمشيو غنشوفوا القرآن والسنة حثنا على أن نتبع فهم الصحابة، ها وحده، حثنا على الرجوع لأهل العلم، تمام، ما ناخذوش ديننا من عند كل شيء. رأيه من العراق إلى مصر، لأن البيئة والظروف والأجواء. دابا شوف شو قال لك الشافعي أن غير رأيه من العراق إلى مصر لأن البيئة والظروف والأجواء، زيد شنو أخر؟ والسياقات تغيرت. والسياقات تغيرت. لا ماشي هذا، كما أجابنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكما قال تلاميذ الشافعي، تلاميذ بمعنى الذين ينتسبون للشافعي وتتلمذوا على مذهب الشافعي رحمه الله وإن لم يعاصروه. قال لك لا، أجمعوا، لو كان هذا، لو كان أن المسألة مرتبطة بالبيئة وغير ذلك، كان لن يحرموا أصلا الأخذ بأقوال الشافعي رحمه الله القديمة، ما يحرموهاش، لكن المسألة ليست كذا. هذا الشخص الوظيفة دياله، وظيفته هو أنه يعطي مسحة شرعية لتلك الأفكار العلمانية الحداثية الغربية لكي يقبلها المجتمع، تمام. لأن فاش كنجيو هذه الأفكار، هذه هي أفكار رجال من الغرب، آراء الرجال من الغرب تصادم شرع ربنا عز وجل. شنو الوظيفة ديالو؟ باش الناس يقبلوا لك ودي الزنا وما توليش عقوبة على الزنا وغير ذلك. الوظيفة ديالو هو أنه يعطي لها مسحة شرعية، بحال فاش غيدوي لك المقاصد، نسمع شنو كيقول. فتغيرت الفتوى ديالو بناء على تغير المحيط وحتى الفقه. لا، ما تغيرش بناء على تغير المحيط، وإن كنا لا نختلف معك في أن الفتوى خاضعة للزمان والمكان ومرتبطة بالشخص، لكن هذا لا يعني أن تكون مصادمة لشرع ربنا عز وجل، بل هي مستنبطة من شرع ربنا عز وجل. تيقولوا بنفسهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا دليل على أن في أي زمن وفي أي مكان توفرت علة الحكم موجود، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الإشكال يا إخوة أين؟ الإشكال هو أنه يستعمل ألفاظا شرعية غير باش يقبلها الناس. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، شنو هي العلاقة ديالها بالواقع الذي تتوفر فيه هذه العلة؟ الله عز وجل مثلا حرم الزنا، كاين الزنا في الواقع، نقطة. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كاين المسكرات في الواقع. إذا الحكم ديالهم شنو هو؟ خمر، إذا شنو هو؟ حرام. إذا حنا الخلاف ديالنا معكم ماشي في هذا، الخلاف في أنكم حصرتم تلك النصوص في زمان دون زمان. لأنك اللي كتجي تقول لي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، صافي أنت كتقول لي أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فحيثما توفرت علة الحكم توفر الحكم. صالحين، السلام عليكم.